بسم الله الرحمن الرحيم. بيان للمجلس العسكري المؤقت للجيش السوري الحر: الرحمة والمغفرة لشهداء الثورة السورية الكريمة. ردا على التضخيم الإعلامي بخصوص العملية النوعية التي نفذها الجيش السوري الحر باستهداف فرع المخابرات الجوية التابع للمنطقة الجنوبية، نبين إن هذا الفرع قام بتصفية العديد من المنشقين والمدنيين الذين يحتجزهم، ويمارس أقصى أنواع التعذيب الممنهجة تجاه باقي المعتقلين من عساكر ومدنيين، كما وردتنا معلومات مؤكدة بعد الرصد الدقيق بوجود خبراء إيرانيين يشاركون ضباط الفرع بالاستشارات ويقدمون الدعم اللوجستي لقمع ثورة شعبنا البطل، وهذا عمل إرهابي من النظام والدول الداعمة له، ويعتبر تدخلا سافرا لبلادنا، وهو ما لا نسكت عنه. فقمنا بضرب الفرع جزئيا وحررنا عددا من المعتقلين العسكريين والمدنيين بحمد الله وعونه. إننا نعتبر استهداف هذا الفرع وكافة فروع الأمن هدف مشروع لنا، لأننا عسكريون، وذلك من واجبنا ووفقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، على عكس قيام النظام وكافة أجهزته وداعميه باستهداف الأحياء السكنية والمدنيين الآمنين خلافا لمبادئ القانون الدولي وكافة الشرائع الوضعية والسماوية. إن شعبنا ينظر ويتطلع لأمته العربية من المحيط إلى الخليج وللعالم الحر المتمدن، أي أحرار العالم، ولا ينتظر المساعدة من الدكتاتوريين. ونحن كجيش سوري حر، جيش الشعب، نعاهد الله أن نبذل دماؤنا في سبيل حرية أبناء شعبنا وعزتهم ورفعتهم. سنضرب المجرمين من عصابات الأسد بيد من حديد، وسنسقط نحن وشعبنا بشار الأسد وزمرته بعون الله وبركته. نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت.